اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الاعزاء. اليوم راح تكون حلقتنا بالتحديد في قضاء الحمدانيه. نلتقي مع بعض الشباب الاعزاء اكيد من مختلف من القوميات والاقليات الشعب العراقي في هذا القضاء اللي هم موجودين، واكيد راح نعرف دورهم وثقافتهم ونشاطاتهم الحلوه الجميله، وراح نتحدث بتفاصيل كثيره. ونحن الان نرحب بكم مره ثانيه من قضاء حمدانيه بغديده قراقوش. نقول لكم اهلا وسهلا بكم. مشاهدينا الاعزاء، نستمر وياكم من خلال برامجكم. مثل ما تعرفون احنا ايضا حلقتنا اليوم دور الشباب، خاصه في سهل نينوى مع الاقليات العراقيه. تعال نلتقي ايضا مع زميل وصديق وميض متي، احد شباب في منطقة الحمدانية بالتحديد. أهلا وسهلا بك أستاذ. أهلا أستاذ جاسم، يا مرحبا بك في الحمدانية مدينة السلام والتآخي. الله يخليك. اليوم حلقتنا أكيد يعني عن دور الشباب. اليوم يعني أنتم كونكم شباب يعني من خلال مؤتمراتكم. لا خلينا أول نتحدث قبل ما نتحدث عن المواضيع، دور الشباب خاصة في سهل نينوى بين الأقليات العراقية في محافظة نينوى. نعم أكيد، يعني تحية خاصة لكم وللقناة الموقرة. الشباب اليوم يغدو بحظوة الفرس بالعطاء الكبير ما بعد العودة، خاصة في مناطق سهل نينوى. جميع المكونات والأقليات اليوم يتكاتفون فيما بينهم من خلال المنظمات الغير الحكومية والنشاطات الثقافية المتنوعة في هذه المناطق لأجل إحياء هذه المدينة بكل ما تحمله من إرث ثقافي وحضاري وما دمره داعش الإرهابي. اليوم الشباب عادوا وأعادوا بناء هذه المناطق من جديد بفكرهم وبما يقدمونه من خلال النشاطات الفكرية والثقافية المتنوعة. نعم، اليوم من خلال حديثك أنتم اليوم شباب يعني متواجدين يعني في سهل نينوى، اليزيدية، المسيحيين، الشبك، الكاكائية والمسيحيين والتركمان. يعني عندكم أكيد تواصل يعني مع بعض. نعم أكيد، هذا النسيج الكبير. هذه المسميات التي سميتها أنا أسميها بورود سهل نينوى أو بمحافظة نينوى. هؤلاء الذين اليوم يتكاتفون ويجلسون على طاولة واحدة في كل المؤتمرات وفي كل النشاطات لكي يرسموا صورة جميلة لهذه المدينة الجميلة، مدينة أم الربيعين وسهل نينوى، من الشبك ومن الكاكائية ومن المسيحيين ومن المسلمين واليزيدين وكل المكونات والطوائف، وهم يحملون راية السلام والمحبة في هذا العراق. أنت من خلال حديثك يعني أيضا هناك منظمات مجتمع مدني، من جمعيات، منظمات أو روابط، يعني هناك يجمعوكم في ورشة أو يجمعوكم في مؤتمر أو في عمل مشترك، يعني أكيد ما مدى الاستفادة منها؟ أكيد الاستفادة منها، وخاصة يعني أذكر لك يعني بعض المنظمات الغير الحكومية، منها منظمة نجدة الشعبية التي كان لها دور كبير في التقرب إلى الشباب وحتى المتعففين والأطفال واليتامى لكي يرسموا في وجوههم صورة جميلة وبسمة جميلة لأجل التطلع نحو مستقبل زاهر ومستقبل جميل يليق بالطفل العراقي وبالشاب العراقي في هذه المدينة الجميلة. نعم، اليوم أنت أستاذ وميض، اليوم شنو رسالتك يعني من احنا الآن في منطقة الحمدانية بغديده قراقوش؟ قبل ما نتحدث عن رسالتك شو يحكينا عن بغديده قراقوش؟ بغديده قراقوش هذه هي المدينة التي يعود تاريخها إلى مئات السنين، التي تحمل الإرث الثقافي والديني وتحمل في طياتها أكثر من 8 كنائس، وتطورت الآن على ما أعتقد هنالك 11 كنيسة في هذه المدينة، وهم يتكلمون لغة السورة المحكية والسريانية والعربية، وكذلك فيها نسيج شبكي وإسلامي ومسيحي. وهذه المدينة يعني المعروف عنها بحرفها ومهنها وكذلك بطيبتها والتقرب من المكونات والمناطق المجاورة. أنا أشكرك، وإن شاء الله نتواصل في حلقات قادمة ولقاءات أخرى إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. الله يعزك، خليك أستاذ جاسم. مشاهدينا الأعزاء، أكيد متواصل وياكم مع شبابنا الأعزاء اللي متواجدين في هاي المنطقة الجميلة. أكيد احنا اليوم مثل ما حلقتنا دور الشباب خاصة في سهل نينوى ومع الأقليات متواجدين في محافظة نينوى. ابقوا معنا.
مشاهدينا هسه مستمر وياكم. اكيد احنا نتجول من مكان الى مكان حتى ايضا نلتقي مع شبابنا الاعزاء اللي هم جيل المستقبل، ومن خلال حلقتنا اليوم واكيد ايضا نلتقي مع احد الشباب المبدعين، وهو شاب وهو من المكون الشبكي احمد بهار. اهلا وسهلا بك احمد. اهلا وسهلا استاذ جاسم. جاسم. زين ان شاء الله. ان شاء الله الحمد لله. اليوم اليوم من خلال حلقتنا دور الشباب اكيد نلتقي ويا شبابنا الحلوين. نعم. اليوم انتم من خلال تواصلكم يعني مع كل المكونات العراقيه خاصه في قضاء الحمدانيه او اي ناحيه قضاء، شنو كان دور الشباب اليوم من خلال تجمعاتكم، من خلال مؤتمراتكم، من خلال تواصلكم؟ يعني اكيد انا اول شيء نشكر قناه العراقيه على هذه الفرصه الجميله، واهلا وسهلا بكم قناه العراقيه. اول شيء اكيد انا كشاب تطوعي عندي فريق 20 عضو، اشتغلنا بها تسجيل اماكن المقدسه، كنيسه الرجاء وغيرها، وجامع حمدانيه الكبير، مقام امام رضا. فاكيد نحن شفنا انه هذا 20 شاب يضم مسيحيين ويزيديه وكاكائيه وتركمان. يعني انتم مجموعه من الشباب الاقليات، يعني اقليات يزيديه شباب مسيحيين. نعم اكيد. يعني تهتموا بكل الاماكن المقدسه واماكن مفتوحه، يعني ما عندكم مكان ثابت، يعني عده اماكن. اكيد اماكن تستهدف كل الاقليات، مو اقليه معينه. حلو. او هذا شبابنا يعني هو 20 بنت وولد، هم كلهم من خافه الطوائف، كلهم خريجين. هذا اكيد يعني راح يصب اساسا في التماسك الاجتماعي اللي هو دفنا من عندها، وصوره جميله سهل نينوى امام الناس وامام جميع المحافظات انه هذا سهل نينوى هو مثل ما نقول عراق مصغر. صح. بكل مكونات به، فنحن نعطي صوره جميله ونحث على التماسك الاجتماعي. يعني نحن شباب الجهه الصاعده هسه، نحن هسه بيدنا الزمان والامور، فلازم نحن نتعود على التماسك الاجتماعي افضل من غيرنا، لا نعيد التجارب. اليوم انت من خلال حديثك يعني اكيد لقاءاتكم لقاءات مستمره، يعني حتى تتكاتفون بعد عودتكم الى مناطقكم. يعني نعم. يعني اليوم بعد العوده اكيد يعني شنو اللي ببالكم، شنو الطموح اللي ببالكم، شنو اللي تحبون تسوون حتى تعيدون بهاء ومستقبل المنطقه؟ اكيد اول شيء نحن نرجع اعمار سهل نينوى ونعمار اماكن مقدسه، ثاني شيء التماسك الاجتماعي بيناتنا شباب، يعني لا اكو فرق بين ديانه ولا يزيدي. يعني انا كمسلم من جهه نظري انه القران هو اكد عليها بسم الله الرحمن الرحيم ولكم دينكم ولي ديني. صح. وصدق الله العظيم. وكافه ديان سماويه تحث، واللي يصير من كان جيراننا قبائل يهوديه والكفار كان عقد وياهم وعايش سلمي، فنحن نريد تعايش سلمي بعيد عن المشاكل. يعني مع المسيحيين، مع اليزيديه او مع الكاكائيه او مع اي جهه اخرى تركمان، نحن نريد تعايش سلمي، يعني يكون نهض بواقعنا ما كافي دمار. وهاي اليوم انتم لغه المحبه يعني جمعكم كلكم، يعني أكيد كلكم أكيد. محبين، واحد محب الثاني. اليوم شوي نحكي ايضا عن قريتك، القريه انت اللي ساكن به. اي نعم اكيد، انا قريه طهراوه، ساكن بقريه طهراوه. هاي قريه طهراوه هوايه يعني شخصيات بارزه من عندها. ابرز شخصيه اللي هو جدي علي سليمان بهار، كان قائم مقام قضاء كويا في اربيل، قائم مقام قضاء ميرقسور. هوايه هذا شخصيه مشهوره بين الشبك، محبوبين والاكراد. يعني حتى وقت الترحيب يمكن استاذ جاسم او وقت النزوح لما رحنا على اربيل بس نقول يعني بس نقول اسم علي بهار، يعني تسكت كل الناس، يقولون هذا قائم مقام ما يجي مثل قائم مقام، يعني بعدالته بخدمه خدمها. واكيد يعني اني يعني هسه طالع عليه تسجيل. اليوم انت تفتخر من يكون واحد من منطقتك، يعني يكون جدك اخوك او اقربائك، يعني حتى يعني واحد يفتخر من اكيد. اوكي، انت اليوم احمد، اليوم شاب، اليوم شنو اللي ببالك، شنو طموحك، شنو اللي راسمه للمستقبل تخدم الاقليات العراق خاصه في سهل نينوى؟ وانا دائما يعني انه هذا بالي، انه بس اذا صار عندي منصب او صارت يعني حتى بدون منصب، او يعني هسه فرق تطوعيه عندي على حسابنا مجانا نشجر، يعني نشوف اشجار حلوه، مناظر زينه، نحث على النظافه، نحث على روح التماسك، يعني حالنا حال مدن اقليم كردستان وغير مدن امينه. شكرا لك احمد بهار، احد وجهاء او احد شباب الموصل في سهل نينوى، وتحياتنا لكل الاقليات العراقيه، واكيد نتمنى التوفيق والنجاح لكل الشباب خاصه في سهل نينوى، الارتقاء والنجاح والتقدم ان شاء الله. شكرا استاذ جاسم. مشاهدينا الاعزاء، اكيد احنا مستمرين من خلال برنامجكم ومن خلال تواصلكم مع شبابنا الاعزاء في سهل نينوى. مثل ما تعرفون احنا اليوم حلقتنا عن دور الشباب في سهل نينوى، خاصه الاقليات المتواجدين في محافظه نينوى. ابقوا معنا.
مشاهدينا الاعزاء مستمر وياكم، احنا الان نتجول في قضاء الحمدانيه اكيد مثل ما تعرفون، حتى نلتقي مع الشباب، حتى نعرف دور الشباب خاصه بعد عودتهم الى مناطقهم والى مدنهم والى بيوتهم. نلتقي ايضا مع الشاب محمد حسين. اهلا وسهلا يا حمودي. اهلا بك استاذ جاسم. يعني محمد، اليوم انتم ما شاء الله بعد عودتكم الى احضان المنطقه وانتم من مكونات الشعب العراقي اكيد، خلينا نتحدث دوركم اليوم، كيف كان دوركم بعد العوده؟ الصراحه بعد العوده لاحظنا دور كبير للشباب من خلال دعم المنظمات. لاحظنا الشباب انه بدت صار عندها وعي انه لازم تبدي تشتغل بالمنطقه، تشتغل على التعايش السلمي، تشتغل على اعمار المنطقه، وهذا شيء ايجابي جدا يعني. نعم. اليوم انتم اكيد من خلال الورش اللي نشاهدها هناك منظمات يجمعوكم وتتقون من خلال لقاءاتكم، كل مكون يلتقي مع اكيد كل واحد عنده افكار خاصه. نعم اكيد. يعني شنو الافكار، شنو المواضيع اللي استفادتوا من خلال المؤتمرات والورشات؟ يعني اكثر المواضيع اللي استفادنا من عندها انه هي التعايش السلمي والعمل على يعني حب المكونات الاخرى، انه ماكو اي فرق بين فلان مكون فلان مكون يعني. نعم. يعني اليوم انتم من خلال حديثكم اكيد يجمعكم العراق. اكيد نعم. يجمعكم العراق، وثاني شيء الموصل هي انتم يعني الموصل اكيد اللي متواجدين في محافظه نينوى. نعم طبعا. العفو، اني هم قائد فريق رقم 5 اللي هو مدعوم من منظمه النجدة الشعبيه. نشاطنا احنا يكون على التواصل الاجتماعي، عندنا على مواقع. شنو النشاطات اللي تسووا بالمنطقه؟ احنا نسوي ورش توعويه وثقافيه. شنو تخدمون القريه المناطق خاصه الاقليات؟ خدمتوهم بشيء مثلا؟ نعم، احنا ورش تعليميه وثقافيه عن التطرف العنيف، التطرف والفكر الارهابي. نحاول نقضي على هذه الظاهره بعد ما لاحظنا انه بين نوعا ما يعني التمسنا شيء من الظاهره بالمنطقه. وكذلك ننشر توعيات عن طريق التواصل الاجتماعي. عندنا فريق يعني فريق كامل مختصين بهذه الاشياء. اوكي، انت من خلال زياراتك خاصه في القرى او الاخوان المكونات الاقليات المشاهدين في القرى، نعم، تلتقي وياهم يعني كيف تنظر يعني الى ثقافتهم، كيف تنظر الى تعاملهم يعني بعد عودتهم؟ اكيد بعد ما صارت كانت ظروف صعبه جدا بعد. نعم اكيد، يعني اكيد الكل يعني تعرضوا الى مشاكل اجتماعيه بالاخص بعد العوده وبعد الحروب. الاحظ انه شباب القرى بالاخص يعني شويه يفتقدون الثقافه وهيك شيء، فهذا الشيء طبيعي اكيد يعني لازم اكيد الانسان يتعلم. نعم، الانسان يتعلم حتى لو. نعم. فاحنا نحاول يعني خلال مو بس منظمه النجدة الشعبيه، من خلال عده منظمات ننظم ورش، نوزع توعيات على الشباب. ان شاء الله نحاول يعني نغير من طريقتهم. شنو رسالتك؟ اليوم رسالتي لمحافظة نينوى بشكل عام يعني حبوا بعض، ماكو شيء سوى انه نختلف عليه او يعني. نعم. شكرا لك صديقي العزيز، وان شاء الله نتواصل وياك في حلقات قادمه، واحنا ان شاء الله نتمنى لك التوفيق والنجاح. شكرا ان جزيلا. ترتقون الاعلى وتخدمون بعضكم، واكيد هناك كثير من الشباب من الاقليات خاصه في سان نينوى يحتاجوكم، وانتم من خلال مواقفكم الحلوه. كلمه اخيره شو تحب تقول حتى قبل ما اقول لك شكرا؟ كلمه اخيره، نحب نشكرك استاذ جاسم ونشكر قناه العراقيه على اهتمامها بالشباب بشكل خاص. احب انه يكون الشباب يعني يتلقون الشباب دعم حكومي اكثر ان شاء الله، لان حاليا الشباب هم ذخر البلد. ان شاء الله نحتاج دعم. جدا اشكرك محمد. شكرا جزيلا استاذ، شكرا تشرفت. مشاهدينا اكيد احنا بنستمر وياكم، واكيد احنا مثل ما تعرفون حلقتنا ان شاء الله حلقه ممتعه، حتى ايضا المشاهدين يتعرفون على شباب من الاقليات العراقيه المتواجدين من خلال برنامجنا، لان هم الاصلاء، الاقليات هم الاصلاء، هم جذور الارض، وراح اتواصل معهم من خلال البرنامج. ابقوا معنا. مشاهدينا الاعزاء، اكيد احنا نتجول، اكيد ايضا من خلال حديثنا هناك كثير من الشباب خاصه من اقليات الشعب العراقي اللي عندهم دور كبير من خلال عملهم ومن خلال تواصلهم في كل مناطقنا الحبيبه. ايضا نلتقي مع احد الشباب المهمين، احمد
اسكندر وهو من المكون الشبكي. اهلا وسهلا بك احمد. اهلا وسهلا شلونك استاذ، أحمد؟ حياك الله. اهلا وسهلا استاذ. احمد اريدك اليوم تحكينا اول شيء عن المنطقه، عن قريتكم. اول شيء قريه مناره. اهلا وسهلا استاذ، حياكم الله. من البدايه نشكركم على هذا المجيء، انه يمنا شرفتونا. كمنطقه مناره بها ابرز الشخصيات اللي انه يقود المجتمع، رؤساء دوائر بمناره، يعني خلينا نقول هناك شخصيات مهمه، يعني مهمة. ولدت بهالمنطقه، وصلت خلينا نقول المسؤوليه، انه منبع القاده. نعم. اذا انه يصح التعبير، كل القاده اللي يستلمون الدوائر الحكوميه. اوكي شنو الموجوده بتراث، فلكلور، مزارات او تراث في مناره؟ موجود يعني الاثار موجوده بمناره اللي يسموها خرابه مناره، وموجود جامع الامام العلي من اقدم الجوامع تقريبا بسهل نينوى، اسسه الشهيد المرحوم عبد المحسن الحكيم في سنه تقريبا 57 او اقل. نعم. من ذاك الوقت. بيها اثار مثل ما بيها نعم. اوكي، اليوم انت شاب من شاب عراقي، شاب مصطاوي، شاب من الاقليات، شاب شبكي. اليوم دوركم انتم شنو قدمتوا؟ دور الشباب، يعني دوركم في بعد عودتكم الى احضان الوطن، بعد لقاءاتكم المستمره من خلال الورش ومن خلال الاجتماعات. الشباب لا يقتصر دور الشباب فقط عن انه مثلا هم كاساسيين، يعني نقول هم الاساس لكل مجتمع. نعم. بناء الشباب اساس لكل مجتمع. يعني احنا بعد العوده من النزوح شفنا اماكن، رحنا محافظات، شفنا ثقافات اللي موجوده. يعني افترضتوا محافظات عراقيه؟ محافظات حلو، عراقيه حتى تاخذ ثقافه منهم حتى توصلون لشبابكم. يعني مثلا انه كابسط شيء، انه مثلا جبناه من محافظه واسط. نعم. محافظه واسط العزيزه، كان عندهم رصيف كتب. نعم. يسمونه رصيف دجله الثقافي. كل جمعه حتى ايضا. هاي التجربه البسيطه اللي انه احنا سويناها، فتحناها ببرطله. حلو. سميناه شارع انا اخذت الثقافه مال المحافظات، مال المحافظات جبت نعم. وصف حلو جميل جدا. نعم وحاليا احنا كشباب يعني انه هذا الشارع اللي فتحناه فعاليه رصيف الكتب سهل نينوى موجود ببرطله. نعم. اللي هي مقر لكل المكونات، كل نعم. الاطياف موجوده ببرطله. فالحمد لله ما شاء الله. يعني سويتوا شيء ببرطله، سويتوا نفس التجربه؟ نفس الفكره خلينا نقول. جبنا الفكره من هناك فتحناها ببرطله. الشباب الموجوده من كل مكونات سهل نينوى. اوكي، اليوم انتم تلتقون الشباب، انت كونك مكون شبكي تلتقي مكون يزيدي مسيحي، شنو اللي يدور بيناتكم من خلال اجتماعاتكم؟ خلينا نقول من منطلق قول الامام علي عليه السلام: الناس صنفان. نعم. اما اخ لك في الدين او نظير لك في القلب. نعم. يعني حاليا الشباب، نعم. وخاصه خلينا نقول منظمات المجتمع المدني من اجت. نعم. اكثر الشغلات اللي دعوا لها التماسك الاجتماعي. التماسك الاجتماعي بعيد عن الاحداث اللي صارت قبل، بعيد عن داعش. نعم. ما داعش انه اللي فرقت بين الناس. نعم. احنا هسه حاليا جاي نجمع الناس، ما نخلي اي عنصريه او طائفيه. ان شاء الله مستمرين بهذا الطريق. يعني من خلال حديثك منظمات في حمدانيه او في سهل هناك يجمعكم، يقرب افكاركم، يقرب ثقافتكم. نعم. يعني مثلا هسه انا قبل انه كان اكو افكار وكان اكو تماسك اجتماعي، بس مو مثل ما كان ورا داعش. نعم. داعش سوى مثلا خلينا نقول خلل، انه سقط الكل. نعم. المسلم يقول المسيحي هيك، المسيحي يقول المسلم هيك، الايزيدي يقول يخاف من المسلم. صار انه احنا لازم مثل ما يقول ننهي هذا الشيء. طبعا. ننهي هاي الخلافات. نعم. نبدي صفحه جديده. يعني هسه شمحلان من ذاك اليوم كنت ببعشيقه، قبل جمعه رحت فتحت الشارع سلنا الثقافي ببعشيقه. حلو. انت هون يزيد، يعني مو قلت انا مثلا فلان مكون. نعم. انا اجيت كشخص عراقي. حلو. شاب من سهل نينوى اجيت. حلو. شو كان استقبال منك؟ ما شاء الله الحمد لله. يعني اهل بعشيقه رحبوا بالفكره ورادوها بعد. حلو. رادوها بعد. يعني اليوم احنا نحتاج الى اكثر بعد. اليوم انتم تلاقوا افكار. انت اليوم من برطله تروح بعشيقه تروح حمدانيه، على كرمليز، على تلكيف، على باطنه، يعني وتلتمون واحد ويا الثاني حتى تستفادون ثقافه وتستفادون معلومات واحد ويا الثاني. مثل ما نروح منطقه نستفاد ثقافه وننقل ثقافه. نعم. مو بس انه ناخذ ننطي. يعني مثلا قبل كانوا يقولون الشبك محصورين بمنطقه معينه. صح. من تروح هناك تنقل النظره الشبكيه، الفكره حلو. الشبكيه الموجوده. العادات والتقاليد. مو انه والله يقول هذا شبكي، مثل يعني التعبير، اعتذر عن التعبير، يقول جرياوي. صح. هذا التعبير بعد ماكو بعد. انه نخلص من هاي التعابير. انه ليش تخلق مشكله؟ مستوى واحد.
كله مستوى واحد، مستوى واحد اكيد، ماكو اي فرق. شكرا لك احمد اسكندر، شكرا لك، شبابنا الجميل. شكراً. اكيد مثل ما تحدث احمد عن كلام جميل جدا بصراحه، كان رؤيته رؤيه جميله، واكيد له من خلال حديثه ومن خلال عباراته الجميله اكيد لابد اليوم نوصل ثقافه كل اقليه، كل مكان نوصل ثقافته الى كل الشعب العراقي ونستفاد، واكيد نرجع مثل ما كنا ايد وحده، وان شاء الله ايد وحده وثقافه وحده. شكرا لكم، متواصلين وياكم. مشاهدينا الاعزاء، مستوى وياكم احنا الان قرب كنيسه الطاهره الكبرى في قضاء الحمدانيه بغديده قراقوش، واكيد من الكنائس الكبرى في منطقه قراقوش والمهمه، وهناك زيارات كثيره من خلال الشخصيات العالمية والعربية والعراقية يزورون كنيسة الطاهرة في حمدانية. تعال نلتقي أيضا مع فتاة من قضاء الحمدانية، وهي الشابة صوفيا متي. أهلا وسهلا بصوفيا. اهلا وسهلا بك استاذ أهلا جاسم. صوفيا، احنا اليوم سعدنا نلتقي وياك في هذه المنطقة في حمدانية. اريد اليوم تتحدثين عن شوي عن الحمدانية، شنو المعلومات عن الحمدانية بغديده قراقوش؟ الحمدانية هي منطقة بسهل نينوى. احنا عايشين ببغديده. بغديده هي منطقة تقريبا الأغلبية بها مسيحيين، بها كنائس وبها جوامع، بها يعني حلو، بي جوامع. ايه اكو جامع همين. نعم. بها يعني مسلمين، بها مسيحيين. حلو. يعني الناس يعني شهادات ورد كلكم، يعني ما شاء الله كل المكونات موجوده، واحد والثانيه متكاتفين، وثقافتكم وترابطكم وزياراتكم بين بعض. إيه الحمد لله، هذا الشيء يعني ماكو مثلا يعني تفرقه ماكو لا تفرقه ولا شيء، يعني حياه كل زينه هنا. اوكي. اليوم انت شابه عراقيه وشابه من مكون مسيحي. اليوم انتم من خلال ثقافتكم، من خلال لقاءاتكم، تلتقين مع فتاة او بنت من المكون اليزيدي او مكون مسيحي، شنو ثقافتكم؟ شنو يدور الحديث بيناتكم؟ بصراحة أول شيء يعني دائما من نلتقي أكيد أكو سلام بيناتنا، نسأل عن أحوال بعضنا، عن الأخبار، مرات نتناقش شوية يعني بالعادات والتقاليد مالتهم، لأن أنا بطبعي أحب أعرف مثلا هاي الديانة شنو عاداتها، ذيك الديانة شنو عاداتها، شنو الطقوس اللي يمارسوها، يعني مو من ناحية الفضول، وإنما تصير معرفة مرات، يعني من تكون رايح على مكان غريب يقولوا لك أنتم منطقتكم هاي شلون تسووها، هاي شلون تسووها. تتحدثين عن منطقتك أكيد. حلو، يعني هو مثلا الثقافة تتحدث عن المنطقة من خلال الحديث. اليوم أيضا احنا شاهدناكم أيضا مؤخرا في مهرجان بابل، شاركتوا يعني فرقة السريان للفنون الشعبية، كيف كان مشاركتكم؟ هاي أول مرة؟ بصراحة هاي أول مرة نشارك بمهرجان دولي. كنا يعني قبل كانت فرقة سابقة كانوا هم يشاركون بمهرجانات، بس بالنسبة كإلي أني هاي أول مرة أشارك بهيك مهرجان دولي وعالمي. بصراحة كانت تجربة حلوة. كيف كان الجمهور في بابل؟ صراحة الجمهور كان روعة، يعني كان عندنا توتر وخوف بالبداية، يعني شوية من صعدنا على المسرح، بس من شفنا الجمهور والتشجيع مع الجمهور شوية يعني راح التوتر وراح الخوف أصلا، يعني الجمهور شجعنا أنه نقدم شيء رائع. نعم. احكينا عن دوركم اليوم من خلال فريقكم اللي قدمتوا، ايش قدمتوا في مناطقكم في سهل وخاصة الأقليات؟ احنا فريقنا أنه نوثق الفرق الباقية، أنه نصورهم، ننقل عملهم للمجتمع، لأن أغلبية يعني أكو مجموعات شبابية هواية تشتغل، ما حد ما يروح يصورها وينقلها، ما حد ما يعرف بها، فإحنا بدورنا جايين نصورهم، نسوي لقاءات وياهم. وأكيد يعني نشكر منظمة النجدة الشعبية، لأن هي اللي جاي تدعم هاي المشاريع وجاي تدعم هاي الطاقات الشبابية، لأن يعني مرات يروحون أكو شباب يعني يجتمعون يسوون جروبات، يروحون على منظمات ما يدعموهم، يعني ما عندهم ثقة بطاقاتهم، بس يعني أكو يعني هناك فوائد كثيرة من خلال المؤتمرات، اجتماعات، ورش، تستفادون من خلال لقاءاتكم مع بعض. ايه اكيد، يعني كل مشروع له يعني له خبرة، له فائدة، يعني بهواية فوائد. اوكي. لحد اكو بعد مهتمين بالازياء الشعبية، مثل الازياء السريانية الكلدانية، مثلا ملابسكم زيكم تلبسون بالمناسبات وبالحفلات؟
عندنا احنا بالحفلات نلبسها، عندنا حفلة نسميها الحنة نلبس الأزياء بها، بس كوقت حالي يعني حاليا شوية قل نعم نعم. بس بالوقت الحالي يعني مو مثل قبل يهتمون هو بها، يعني صار الاهتمام شوية تغيير ضعيف. بس اليوم تلبس زي اكيد واحد يفتخر بزي من المكون مالته، ومن تلبسون زي خاصة زي سرياني كلداني او باقي الازياء. اي اكيد احنا دائما نفتخر بالزي مالتنا، لان هو يعتبر بمثابة هوية مالتنا. صح. لان مثلا اذا نلبس احنا الزي مالتنا نروح يقولون ذاك سرياني، ذاك من ذيك كلداني. منطقة. إيه يعني هو بالزي مالتنا تفتخروا كل واحد يبين. يفتخر زي. شنو رسالتك اليوم؟ يعني شنو الطموح اللي ببالك حتى تكونون تنهضون اكثر خاصة بالفرق الفنون الشعبية؟ خلينا نحكي. من خلال الفرقة الشعبية انه انا اتمنى انه يكون عندنا دعم اكثر، لان بصراحة لي هسه ما عندنا ذاك الدعم حتى نواصل، احنا جاي نواصل بدون دعم يعني على حسابكم الخاص. على حسابنا. فيعني انا اتمنى انه يكون عندنا دعم حتى نكون يعني على الاقل نشتري ازياء، لان من تهجرنا كل الازياء مالتنا راحت. نعم. يعني كان الفرقة مالتنا قديمة، يعني مو من هسه متأسسة، بس ماكو ذاك الدعم اللي يدعمها حتى مثلا تنتقل للعالم يعني. نعم. احنا طموحنا انه نشترك بمهرجانات عالمية مو بس داخل العراق. ان شاء الله. انا جدا اشكرك عزيزتي صوفيا متي على تواصلك، وان شاء الله نشوفكم في مهرجانات ومؤتمرات وفي مسابقات اخرى، وترفعون اسم العراق وايضا الشعب العراقي وايضا في سهنينة وتنهضون بنجاح وتقدم. ان شاء الله. شكراً. واحنا نتمنى هذا الشيء. شكرا شكرا. شكرا شكرا. مشاهدينا الاعزاء، اكيد بعد ما تحدثت صوفيا كلام جميل جدا، شكر موصول الى قضاء الحمدانيه اللي دائما احنا من خلال جولاتنا الحلوه. شكرا لكم. مشاهدينا الاعزاء، اكيد بعد ما التقينا مع مجموعه من الشباب الاعزاء والمبدعين اللي تحدثوا بتفاصيل كثيره عن دورهم، عن عملهم، عن نشاطاتهم، عن ثقافتهم، وخاصه ثقافه الشباب بين الاقليات العراقيه الموجوده في سهنينة، واللي احنا تحدثنا وياهم. مثل ما تعرفون اليوم كان زيارتنا الى قضاء الحمدانيه، والتقينا مع الشباب في قضاء الحمدانيه من كل مكون تحدث بموضوع ما. وصلنا الى نهايه حلقه اليوم برنامجكم، ونتواصل وياكم حلقات قادمه ومع شبابنا ومع ناسنا ومع قرانا ومع مناطقنا في سهنينة، ومن خلال البرنامج كان وياكم في الاعداد والتقديم انا جاسم حيدي. انظرونا في حلقات قادمه، نقول لكم في امان الله، مع السلامه.